ونسأل التوفيق لمن يحبه ويرضاه، ولا الفاسدة الباطلة التي يروجها الجهال وعد اليوم على الأمة ليضلوا عن سواء السبيل. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا اليوم في الدعاء فيه وقال: هذا يوم من حفظ في سمعه وبصره، هذا يوم. الله يحييك دائما هيك منور. فضيلة الشيخ أنا حقيقة مرات لما أحس بالتعب أنظر إلى وجهك الكريم البشوش، لأن النظر إلى وجه العالم عبادة. عندي سؤال فضيلة الشيخ، أنا كنت في حرب. تفضل. أنا كنت في حرب تموز، كنت أساعد الروافض في حزب الله، هل أؤثر على ذلك؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بس عفوا، حقيقة هل عدت من ذلك؟ هل عدت إلى رشدك وتبت إلى الله من هذه المساعدة؟ نعم، أنا كنت أساعدهم ضد إسرائيل، هكذا كان نيتي. هل أحاسب على هذه النية؟ طيب. نعم، على هذه كانت النية. وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ أنت إذا كان قصده هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح، وإلا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز، لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر ويتوب إليه. نعم. جزانا الرحيم. في العام 2017 تلقى مفتي السعودية السابق عبد العزيز آل الشيخ دعوة إسرائيلية لزيارة تل أبيب تقديرا لفتواه التي تحرم قتال اليهود وتعد حماس تنظيما إرهابيا وتصف التظاهرات من أجل المسجد الأقصى بالغوغائية وتجيز التعاون مع الجيش الإسرائيلي للقضاء على حزب الله. مشاركة الحاخام يعقوب هرتزوغ برقصة العرض السعودية لم تكن حدثا عرضيا، وإنما واقع بدأت المملكة بتعبيد طريقه منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى الحكم. من قصور الأمراء إلى منابر العلماء انتقل التمهيد للتطبيع في المملكة. وظف عدد من رجال الدين السعوديين الخطاب الديني وفصلوا الفتاوى والأحاديث النبوية لتصبح على مقاس التطبيع ولتضفي عليه الشرعية تحت شماعة التعايش بين الأديان. أساليب ناعمة اعتمدها دعاة سعوديون لتمرير المضمون التطبيعي في العام 2020. وبعد أسابيع من اتفاقيات أبراهام أحدثت خطبة إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس ضجة واسعة، إذ اتهم باستغلال منبر الحرم لتسويق التطبيع. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى الذي أثار اختياره قبل أسابيع لإلقاء خطبة يوم عرفة موجة انتقادات ورفض، هو أحد مشرعي التطبيع مع الاحتلال، وسبق أن عد المقاومة الفلسطينية عنفا غير משרוע وأحيا الذكرى 75 لما يسمى بالهولوكوست. כרגע מאולתר, אנחנו תאריכים לבנות כרגע. מתי אנחנו נראה בית כנסת? זה לוקח זמן, אבל כרגע כמעט כל מה שצריך שם אנחנו מספקים. التبرير الديني لاتفاقات التطبيع الخليجية عملية غير مسبوقة ومحاولة لتغيير المفاهيم الدينية وتهيئة الأذهان لمشروع تقوده إسرائيل وتتزعم من خلاله المنطقة. ولعل أوضح مثال قريب على ذلك هو دخول مراسل القناة 13 الإسرائيلية إلى مكة المكرمة ووصوله إلى جبل عرفة، خطوة مدروسة ما كانت لتحدث لو لم تشق السعودية طريقها بالتدريج. Yo, 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 MBS, we're here and now. This is where it's happening. This is the future of the world, people. Wake up, this is where it's happening.